من خلال حديث رئيس الجزائر تبون مع أمير قطر أثناء وجوده في حفل افتتاح مباريات كأس العالم بقطر، كان رد أمير قطر في قمة الروعة. الرئيس تبون لأمير قطر: الإشهار الذي قمتم به لكأس العالم كان في المستوى العالي. أمير قطر: ذلك بفضل المملكة المغربية، حيث تم تصويره بمدينة مراكش عاصمة السياحة العربية والإفريقية. ألم تعلم أن مدينة مراكش المغربية احتلت المرتبة السادسة عالميا بين أقوى المدن السياحية في العالم؟ الرئيس تبون يبلع ريقه ويتحسر ويقول: لدينا في الجزائر مدن أحسن من مراكش، لكن السياح لا يأتون. سأعمل على هذا الملف قريبا. أمير قطر: عليك الاستفادة من خبرة وتجربة ملك المغرب. تبون يصمت ويتابع حفل الافتتاح: كان رائعا، أعجبتني الأغنية بالخصوص. أمير قطر: إنها من إبداع فنان المغربي رضوان، وهو الذي سبق أن سهر على حفلات افتتاح كثير من كؤوس العالم السابقة. تبون يعمل على تغيير الموضوع ويقول: كأس العالم كانت لدينا في الجيب، إلا أن الكاميرون غبنونا. كنت أحلم بحملها وأخذ صورة مع المنتخب الجزائري. أمير قطر يرد: حتى كأس العالم من صنع مواطن مغربي يعمل بشركة إيطالية، وقد أبدع جل كؤوس الدورات الأخيرة لكأس العالم. تبون يفقد توازنه وأمير قطر يرد عليه بابتسامة، ثم يقول رئيس الجزائر: التنظيم جد محكم، ولم تسجل أحداث إلى حد الساعة. أمير قطر يرد بهدوء كبير: الفضل يعود للمملكة المغربية، فالعاهل المغربي محمد السادس أمر بإرسال المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، الذي سهر بنفسه على كل صغيرة وكبيرة من أجل توفير الأمن والتنظيم وطريقة استقبال الوفود وكيفية المواكبة واستراتيجية الخطة الأمنية الاستباقية. ثم أضاف أمير قطر: المغاربة عباقرة في كل شيء، حتى إنهم يتوفرون على منتخب يمكنه أن يخلق المفاجأة في قطر، وأنا صراحة أتمنى ذلك، لأن منتخبنا متوسط الأداء. في حالة فوز المغرب سيكون خير سفير في كأس العالم بقطر وللأمة العربية والإسلامية والإفريقية. رئيس الجزائر يطلب من أمير قطر دقيقة ليسترجع أنفاسه، ويقول لسمو الأمير القطري: أريد العودة إلى الجزائر لشؤون مستعجلة، هل هناك طائرة رهن الإشارة؟ يجيبه أمير قطر: الخطوط الملكية المغربية وفرت 5 رحلات يومية من الدار البيضاء إلى قطر، يمكنك العودة في أي وقت تريده. بحثوا عن رئيس الجزائر تبون ولم يجدوه، وعندما دخلوا مكان إقامته وجدوه مغمى عليه.